تعالوا نتكلم عن greetings، التحيات بالإنجليش. greetings أو تحيات بتختلف على مستوى الفورماليتي، مستوى التعامل الرسمي أو الغير رسمي اللي بينك وبين الناس. يعني أنت بتختار النوع التحية اللي أنت تستخدمها مع الناس بناء على علاقتك بيهم. فاحنا هنا هناخد التحيات اللي احنا عارفينها ومتعلمينها من واحنا صغيرين، ومعاها شوية حاجات هي فعلا بيستخدموها دلوقتي في المحادثات اليومية العادية. فلو بتقابل شخص الصبح والدنيا رسمي ما بينكم فبتقول good morning. لو بعد الظهر بعد الساعة 12 مثلا بنقول good afternoon. وبعد الغروب كده بنبدأ نقول good evening، بتبقى تقريبا على الساعة 5 اللي هو بداية الليل. لو بتقابل حد لأول مرة بتقول له it's nice to meet you أو pleased to meet you، اللي هو أنا مسرور إن أنا قابلتك. والرد على دوت هو nice to meet you too، أنا كمان مبسوط إني قابلتك. وتعلمنا واحنا صغيرين المصطلح how do you do كحاجة بنقولها للناس بصورة رسمية أول مرة نقابلهم. هي شوية خلاص outdated، يعني هي ما بقاش حد بيستعملها قوي، ممكن تلاقي بس ممكن ناس كبيرة في السن في بريطانيا هم اللي لسه بيستعملوها، لكن في المطلق دلوقتي الناس بتستخدم it's nice to meet you. لو حد بقى علاقتك بيه رسمية شوية، حد زي مثلا مديرك في الشغل أو زمايلك في الشغل، فأنتوا بالفعل اتقابلتوا قبل كده وعارفين بعض بس العلاقة مش friendly أو casual، فهنا بنستخدم الحاجات دي hello, hi, how are you، اللي هو ازيك عامل ايه، how are things, how's everything، ازاي الدنيا، أو how are things going، الدنيا ماشية ازاي. أو ممكن تشوف حد وتقول له أتمنى أنا كويس I hope you're doing well أو I hope you're doing great. لو الدنيا بقى ما بينكم neutral اللي هي محايدة كده أو إلى حد ما casual و friendly، فممكن نقول hey, hi there, how's it going, how are you doing، وكل ده اللي هو برضو إزيك أو عامل إيه. وممكن كمان نقول what's going on كتحية في أول اليوم تقابل حد وتقول له hey what's going on، اللي هو قول لي الأبديتس، يعني قول لي آخر الدنيا إيه، قول لي إيه اللي بيحصل. أو how's life الحياة عاملة ازاي، what's new ايه الجديد. ولو بقى بتتعامل مع حد صاحبك يعني حبيبك، فممكن تقول what's up, how have you been، اللي هي أصلها how have you been بس بنقولها باختصار how have you been، what are you up to ناوي على ايه أو بتعمل ايه، what's happening. ولو بقالك كتير ما شفتش شخص معين ممكن تقول له long time no see, I haven't seen you in ages، بقالي سنين ما شفتكش، اللي هي حاجة احنا بنقولها علشان نبالغ في قد ايه ان احنا بقالنا كتير ما شفناش بعض. it's been a while بقالنا شوية. what have you been up to lately. الردود بقى على الكلام دوت، لو انت مبسوط يعني عايز تقول a very positive response هتقول couldn't be better، أنا عمري ما كنت أحسن من دلوقتي. fantastic رائع، great عظيم، pretty good اللي هي الدنيا كويسة قوي، I'm doing really well اللي هو أنا كويس والدنيا ماشية معايا كويس. لو neutral أو normal response، لو الرد محايد شوية هنقول I'm good not bad can't complain، اللي هو أنا كويس مش وحش مش هشتكي، اللي هو الدنيا لطيفة بس مش قوي. same as usual يعني زي العادي. I'm alright اللي هو أنا okay أنا شغال، أو I'm doing okay اللي هو الدنيا okay يعني. لو بقى عايز ترد رد negative يعني انت متضايق وعايز تعبر عن دوت، فبتقول been better اللي هو قبل كده كان احسن، could be better ممكن يتحسن عن كده، hanging in there اللي هو بحاول اصمد، surviving بحاول انجو بنفسي. لو بقى اكتر سلبية هتقول not great مش احسن حاجة، rough day اليوم كان صعب، I've had better days يعني كان في ايام احسن من كده بكتير، exhausted مرهق، terrible honestly سيء جدا بصراحة. في بقى شوية مصطلحات النيتيف سبيكرز بيستخدموها بمعاني معينة، يعني مثلا living the dream المعنى الحرفي بتاعها اللي هو أنا عايش الحلم. بس لما حد بيسألك how have you been وانت تقول living the dream اللي هو انت بتتريق، you're being sarcastic انت بتتريق علشان اللي انت عايشه هو تقريبا عكس اللي انت بتتمناه. same old اللي هو مفيش جديد، حاجة مملة يعني. تقول بقى باي ازاي بطرق مختلفة، طبعا برضو على حسب العلاقة ما بينكم هي رسمية ولا لأ. لو رسمية هتقول طبعا goodbye bye، ممكن تقول have a pleasant day أو have a good day اللي هي يومك سعيد. it was a pleasure meeting you كان من دواعي سروري إن أنا قابلتك. I look forward to seeing you again أنا أتطلع لرؤيتك مرة أخرى. لو الدنيا friendly ممكن تقول take care اللي هو خد بالك من نفسك، see you later see you soon اللي هي أشوفك بعدين. ولو الدنيا casual أوي بنقول بس later أو see ya أو talk to you later catch you later اللي هو نتقابل بعدين نتكلم بعدين. أو حتى ممكن نقول بدل have a good day نقول have a good one، اللي هي مثلا لو أنت سايب حد وماشي آخر النهار بتقول له have a good evening، فأنت بدل ما تقول evening فممكن تقول له have a good one. وبكده نكون خلصنا الفيديو دوت. ما تنساش تعمل subscribe لايك وشير، ولو عندك أي سؤال اكتبه في الكومنتس. Thank you for watching and see you next time.